اخبار على جبران، الاخبار اللي كاينه هو ان جبران غادي الفلوس. زعما بيزار هاد القضيه ديال رجال الفلوس. الشيء القضيه ديال رجال الفلوس جاتني بيزار، عمري سمعتها انا القضيه، عمري سمعتها في العالم. لا خديت بعض المصطلحات اللي كنت كنسال. لا رجعت الفلوس لا هادي. شوف خاص الامور تكون على الواضح. انا في اخباري انا كيتسال 800 وشي حاجه. فوالا خدمنا 400 لا 600 محكوم عليه و 350 جو بونس باقا ما تحكماتش. دونك كنظن خاص التواصل مهم. اسمح دابا هو جا اوفر خدا من عند الوداد، جا اوفر اخر قال الوداد هاكم فلوسكم مشى لبلاصه. لا ماشي جا اوفر، دابا هو دوا مع الوداد وغادي يجي يسين مع هاد السنه هادي بشرط ياخذ مبلغ من المستحقات ديالو اللي كانت المستحقات ديالو. عطاو 400 زيد. كانوا اشكالات، كنا شفنا التدوينه ديال واش هو دابا جا اوفر اخر باقي ما كاين والو. دابا هو ورينا عنده اوفر اخر. شوف الامور ما تحطاش على المكشوف كما كنقولوا. شنو ما غاديش يلعب كره دابا؟ رجع لهم فلوس وشنو ما غاديش يبقى يلعب كره ولا شو؟ لا يلعب كره. اش معناتها شي اوفر غيمشي لبلاصه. هو الساعه باقي ما كاين والو، ولكن ربما يقدر يكون هو قال لك باش الجمهور ديال الوداد ما يقولش بان انا جيت بغيت نسيني مع الوداد باش ناخذ هذاك المبلغ المادي وما نوقعش معاهم من بعد. ولكن هادشي كيد ما تفهمش ليا. خديتي الفلوس رجعتيهم على قبل الجمهور. عمري سمعت انا القضيه. انا ما سمعت انا واحد. لان ملي كتاخذ الفلوس كتوقع مع الفريق بان خديتي هاد الفلوس لان المقابل هذاك الشيء اللي كتسال. ولكن ملي كتردهم حتى الوداد اشنو غتسيني بانني انا رديت الوداد وتعطيها ما فهمتش. انا رديت لكم فلوس وباقي كتسالكم فلوس. باقي كنسالكم دابا المبلغ كامل. عجيب هاد القضيه. لا شوف زعما انا اللي في اخباري والله اعلم انا بانه يمكن جاتو شي اوفر اخرى لانه كان غيوقع مع الوداد. جاتو اوفر اخرى مشى لبلاصه اخرى قال لهم هاكو الفلوس تخلصوني من بعد ولا الله اعلم ولا تمشي المسطره كما خصها تمشي. والله ما فهمت انا والله ما فهمت. الاداره ديال الوداد خاصها تكون ناس محمد يعني تكون واضحه في هذه حاسمه في هذه المسائل وواضحه في التعامل مع المسائل وتخرج توضح الجمهور. لان دابا هنا فين كيتناسوا الاشاعات. لا جبران رد الفلوس قدام باش الجمهور ما يقولش بان جيت باش ناخذ الفلوس. لا شوف كاين فلوسو هذوك دابا ما فهمش الجمهور. دابا هذوك فلوسو شنو المشكل؟ شكون اللي خصو يوضح اسم محمد؟ ما كرهناش حنايا ولكن اش نقول لك زعما عجيب هاد القضيه هادي. انا ما فهمتش باش ما يقولوش الجمهور خدا فلوس ولا شنو. هادشي اللي هي رزقو هذاك ياخذو كيتسال الفرقه فلوسو خصو ياخذهم. دابا هو غياخذ فلوس كاملين. دابا باغي فلوس كاملين دابا. ما فهمتش انا. كان ياخذ هذه ويبقى يتسال لانه هو اللي عارف انايا راه شي 900 ولا شي 800 محكومه و 350 جو بونس باقا ما تحكماتش. قال لك اسيدي غادي يرجع 400 باش يمشي للطاس باش ياخذ ديك باش ياخذها كامله. زعما وكيل الوداد الا قال لي ما بغيناش الفلوس صافي حنا عطينا كذا. دابا اللي فهمت انايا هو انه كان كيتسال واحد المبلغ. كان كيتسال 600. لا كثر يتسال 600 محكومه اسم محمد. انا كنقول 600 اللي محكومه. لا كانت عنده 900 باقا ما تحكماتش. عنده 900 باقا ما تحكماتش. هذه 600 محكومه خاصو ولكن هو راه تنازل على واحد الخضر. هو في هاد 400 هو تنازل على واحد 180 وياخذ 400 على اساس يزيدوا شي حاجه اخرى. هو راه تنازل يعني توصلوا لاتفاق. يمكن ملي هاد كما قلتي هاد اللغط ولاجون من هنا وهاد الصداع وهاد التخربيق كامل ناض قال لك اخويا انا خليت نشد من الفيفا. ولكن الاتفاق بلاتي باش نمشي مع القانون يا سمي انا. دابا الاتفاق كيكون شفوي ولا كيكون كتابي؟ نورمال داكشي كتابي. ايوا دابا حنا دونك اذا كان كتابي وتنازل الوداد على هذاك المبلغ اللي كان باقي دونك غيبقى سالي مفعول. الوداد قال لك انا ما بغي هذيك 400 مليون لا خليها عندك. ولكن ملي رجع لهم الفلوس يعني بقى نفس ولكن اتفاق كتابي. كيفاش رجع الفلوس؟ هادشي فيه رجع الفلوس يلعبوا وخلى لهم اتفاق ويرجع هو. والوداد من الغباء الا كان دارت هذه الوداد هذا غباء. علاش غباء؟ الا درتي لي 400 عطيتي 400 مليون ورجعها لك. لا باش عرفتي كان غيرجع لك. باش بلاتي دابا ندوي معاك انا باش عرفتي كان غيرجع لك. دابا انا عندي كتساني حتى 600 مليون. انت كتساني 600 مليون. انا فهمتك. دابا باغي تقول لي جبران رجع لهم 400 مليون وهما باقي عندهم بانه راه تنازل لهم على واش باقي عندهم ولا ما عندهمش كاع؟ هذا هو السؤال. واش هو وهذا بعد غباء من المكتب ديال الوداد. انا الا غادي تنزل ليا واش انا كندوي صريحه اسمع ما عنديش مع لغه الخشب. انا الا غادي نعطيك 400 مليون زوينه وغتنزل ليا دير لي كتابي. الا عطيتك 400 مليون ما تنازلتيش كنسمى غباء. انا من مكتب فريق الوداد كنكون معك صريح. انا دابا انت كتسالني قلتي غتنزل لك على واحد 20 درهم كتسالي باش نوصل انا ماشي للملايين كنسالك 100 درهم قلتي غتنزل لك على 50 درهم قلت لك 50 درهم غتنزل لي على 50 درهم فلوسي.
لا فهمتك عريض. شوف كندوي على مؤسسه كندوي على مؤسسه الوداد. مؤسسه الوداد هذا الشيء غادي يكون حاضر فيه لاجون ديال جبران ياك، ومكتوب غيكون حاضر فيه المحامي ديال الوداد ولا المكتب المساعد، يعني غيكون داك الشيء موثق ومكتوب. لا هما إلا عطيتي 400 مليون وما كانش مسيني لك على التنازل ديال هذاك المبلغ الاخر 400 هذا غباء. سهله، غير رجع لهم 400 مليون غيعطيو داك التنازل. هذه عجباتك هذه؟ وقالوا لنا انا عافرت عليهم في البنكه واش عطا لي. ممكن وحنا شوف خاص الامور توضح السي محمد. هذا الشيء ما كيبقاش مبهم. هذا الشيء اداره ديال الوداد توضح الامور باش ما يبقاش القيل والقال. الصوره السمعه ديال فريق الوداد هي الاولى فوق من كل شيء، فوق من المكتب الموسيقي ديال الوداد وفوق من هما كانوا باغيين يوصلوا اتفاق انك نعطوك 400 ولعب معانا ونقادوا داك الشيء ودقه 400 باقي ما سيناش معاه. ولكن راه كان غيسيني وما دارش التنازل. ما كانش غيسيني، كان ما دارش التنازل. الله اعلم. انت في نظرك ما دارش لهم تنازل؟ انا ما عرفتش. انا كنقول كان واش الا كان دار لهم التنازل ما غاديش يطالب بالمبلغ كامل. ممكن ما غاديش يطالب بالمبلغ كامل. دونك يعني تقدر تكون اتفاق شفوي. كلمه شرف، تعطيني كلمه شرف. ايوا خليها من الشرف. ربما مثلا انا غادي نعطيوك هكا 400 مليون وانت يا كندوي على مؤسسه اللي كبيره، مؤسسه الوداد. انا كندوي على مؤسسه. انا ملي كنعطيك كتوثق معايا المسائل ديالك. ملي كندير لك ماشي فلوس سايبه. ملي كنعطيك 400 مليون خارجه من الميزانيه ديال النادي. 4 مليون ديال الدرهم هذيك واش فهمتي؟ خارجه من الميزانيه ديال النادي. وملي غتنازل ليا خاص يكون عندي وثائق باش المستندات بانك تنزلتي ليا. ماشي كندوي لانه اللي بقى بيناتنا هو هذا المبلغ. دونك اذا كان الوداد حامي راسو هو خارج عليهم 400 مليون احمر راسو بهذيك الوثيقه. ما كانش الوثيقه ديال التنازل. سي جبران عنده الحقيقه المونطون ديالو كامل. ودابا جبران واش غادي في هاد لافير ولا شنو غتقول لنا؟ انا مشيت معك مع بعد. واش الوداد واش كانت حاميه راسها ولا ما حامياش؟ واش كانت؟ ودابا رجع لهم فلوس جميع الاحوال. ما خرجت الفلوس. كندويك على هذيك التنازل اللي دار لك. يعني تنازلتي ليا وانا عطيتك الفلوس. خاص الامور تكون عندي مضبوطه. انا كإدارة الوداد وثيقه ديال التنازل ايغاليزي. متفق معايا ولا لا؟ متفق معاك لانها مساله ديال المؤسسات. بعد فترة راحة قصيرة منحها الطاقم التقني للاعبين عقب نهاية المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي، عاد فريق الوداد الرياضي صباح اليوم إلى أجواء التدريب بمركب ويلنس استعدادا للاستحقاقات المحلية والقارية القادمة. وشهدت الحصة التدريبية الأولى أجواء إيجابية، حيث ركز المدرب على الجانبين البدني والتكتيكي من أجل استعادة الانسجام بين اللاعبين وتحسين الجاهزية البدنية قبل خوض المباريات الودية المقبلة. كما التحق اللاعبون الجدد بالمجموعة، ما أضفى حماسا خاصا على التدريبات، في وقت يواصل فيه الفريق وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلته قبل بداية الموسم الذي ينتظر أن يكون حافلا بالتحديات، خصوصا مع مشاركة الوداد في الدوري المغربي وكأس الكونفدرالية الإفريقية. جماهير وداد الأمة تواصل دعمها الكبير للفريق، مترقبة الصفقات الجديدة وأداء المجموعة في اللقاءات التحضيرية، على أمل رؤية الفريق في أفضل حالاته مع انطلاقة المنافسات الرسمية.